وعلى آله وصحبه أجمعين. من الدين يا أخواننا أن ينصح المسلمون وأن يبين لهم الباطل. يا أخواننا الناس تركز معانا، المشاهد دي عندنا مشاهد طبيعية جدا، لأنه نحن بنتكلم في أمراض الأمة. دائما بتلقى الأخصائي بتاع الجراحة بتاعت العظام العنبر كله كوارك، ده هو العنبر بتاعنا ده، فهمت؟ أما لو ده مشيت لعنابر الصوفية بتلقى عنابر في كلام عن الوضوء كده، ما بزول بكورك، لأنه عندك نزلة وادوك حبة، الموضوع انتهى. لكن الشغل بتاع الكسور والحاجات زي دي تخلي الناس دي تكورك. لسه أنا أتوقع بعد قليل أن تطير نظارات جوا الحلقة ذاته، فهمت؟ لسه أنا ما جيتك، فهمت؟ طيب الناس دي بتكورك، الزول اللي جاب بكورك عمنا ده بكورك ليه بتكورك؟ هذه لا قال لك السلسلة الخضراء لكشف جهل وتضليل الأدعياء، الحلقة العلمية الصوفية بالسوق العربي، نشر باطل مرد عليه والله ناكله عديل. طب تلعب ولا شنو؟ فهمت؟ فده باطل نشره، امشي افتح فينا بلاغ، فهمت؟ في محل بتاع ملكية فكرية في اي بلد، فهمت؟ المصيبة المحكمة بتاعت الجنايات الدولية او كامبو جين احمر، كلها امشي افتح بلاغ. تقدر تفتح بلاغ؟ ديل كلهم الصوفية ديل دعاة بتاع كفر وشرك وإلحاد بالله سبحانه وتعالى. في هذه الورقة صفحة 8 اوعى تكوري، لأنه نحن عندنا أدلة آيات صواقع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد بها على باطلك الفارغ الذي لا يسوى المداد الذي كتب به. صفحة 8 أمشي أفتح بلاغ، أنا داري إنهم يفتحوا بلاغ بكرة إن شاء الله. المحاكمة بين أخونا مزمل السلفي داعية التوحيد وبين المجرم الدجال الضال الأمين، بكرة إن شاء الله بيجاي. وإن شاء الله الحمد لله ربنا لمانا في وثائق الليلة قبل شوية، وثائق تنجمك أنت والفتح بلاغ ذاته، شافتح بلاغ تاني. طيب قال نمرة 5 صفحة 8، قال من الحاجات اللي ربنا اداها للأولياء، والله وبالله وتالله الزول اللي بيعتقد الكلام المكتوب في الورقة دي ما عنده أي علاقة مع الإسلام. نمرة 5 قال إكرام الله والكذب إنه بيضيفوا له الله. قال إكرام الله الأولياء بكن فيكون. قال لا يكفر، أسمع الكلام ده كفر كيف؟ قال لا يكفر من قال أن الله تعالى أعطى بعض خواص أوليائه كرامة أنه إذا قال للشيء كن كذا يكون، قال بإذن الله. شوف الكفر بالله سبحانه وتعالى. والكلام ده إذا راجعت صورة المؤمنون، الصورة دي للمؤمنين، أما الصوفية ما عندهم علاقة مع هذه الصورة، فهمت؟ ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم أمشي أسأل المشركين، ناس أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط واليهود والنصارى وغيرهم، ربنا سبحانه وتعالى قال له أسألهم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال فسيقولون لله. ده المشركين، ربنا قال المشركين بيقول لك كن فيكون حقت الله، وبعدهم كفار وهم مشركين. والصوفية اللي قالوا بيدعوا للقرآن بيقولوا الشيخ بيقولوا كن فيكون، وقالوا نحن مسلمين، فما لكم كيف تحكمون؟ ده كلام باطل. قام استدل له بحديث ودليل باطل. يا اخواننا القرآن ده ما صعب، ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا شنو ثقيلا. القرآن ده صعب لما ينزل على هؤلاء الناس أصحاب القلوب المريضة التي ملاها الشرك بالله وملاها حب الشيوخ والفقهاء. الأولياء بتاعنا دول ما عندهم حاجة، ولو صعيد قولوا للشيء كن فيكون خليه يقلبونا أي حاجة، قرود خرفان. الضحية قربت اللي يقلبونا خرفان، الشعب السوداني ده يضحي مجان، فهمت؟ أبوك الشيخ كذاب ما عنده أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال ده قرآن، انت قالنا أنا قاعد أحج فيك. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. انت عارف عباد أمثالك معناه شنو؟ معناه أبوك الشيخ البرعي والصايمدينة والمكاشي
والكباشي ابوك الشيخ بياكل وبيمرض وبيمشي الحمام، تنادي لك زول بطنه ملانه عفن يا بليد. فهمت؟ عشان كده ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم شنو صادقين. ربنا قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. وهناك إمام من أئمة الموحدين هود عليه السلام لما دعاهم للتوحيد، هود عليه السلام الجماعة قالوا له أنت بتتكلم في الأولياء بتاعنا، معناه الأولياء ديل هبشوك. قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله. وهذا الكلام لكل الصوفية، لبرعي، لصايم ديما، لمكاشي، لشيخ اللمين بتاع الحيران وشيكسي وبخرة جركسي. فهمت؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعدين الصوفي الوزع الورقة دي جاب له حديث في بحار الأنوار للنور الطبرسي. طبعا ده ما مسكين سايب يكون بيبيع له في فتة ولا جقاجق ولا حاجة، ما عنده علاقة مع الكتب. احنا قريناها زول انت زول ما عندك حاجة، جيب شيوخك. الحديث جابه قال هاي في حديث وكذاب ساكت. ده كلام بتاع شيعة جابوا النوري الطبرسي في كتابه بحار الأنوار. سمعت بكتاب زي ده؟ عرفت؟ قال جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول لشيء كن فيكون أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون إلى آخر ما قال. وده أخواننا باطل، ده كلام بتاع الشيعة عشان تعرف العلاقة بين الصوفية وبين الشيعة. فهمت الحاصل؟ ده كله كلام باطل ساكت. اللي بيقول لشيء كن فيكون الله، والبيد الأمر الله. الكلام ده لا غالت فوقه إبليس ولا غالت فوقه أبو جهل. للأسف الشديد تلقى زول عامل فوقه مسلم وبيغالط في المواضيع دي. ربنا قال عن إبليس الملعون لما ربنا طرده من الجنة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإبليس مع كفر بالله ومع ضلاله ومع انحرافه بيقول إنه ربنا خلقه وخلق آدم، وربنا هو البيد الأعمار عشان يطول عمره عشان يعيش لغاية يوم القيامة. ودعا الله براه وما دعا مع الله واحد تاني، مع إنه الحاجة الدائرة إبليس دي لو صحيح التوسل بالأموات بجوز كان يتوسل بها. ليه؟ لأنه إبليس داير له حاجة واحدة بس. عشان تعرف يا أخواننا إبليس مع ضلاله أهون ضلالا من الصوفية. فأنت كونك تستحضر ده ما بنسلين حار شديد، وده يدل على أنك الآن تم تسليم الرسالة. كورك ساكت يا زول. فهمت الحاصل؟ اشغل ما جاي يا مسكين، انت بتلعب ولا شنو؟ دي أدلة صواقع يا كافي البلد. شيوخك تد ما قادرين يردوا على الأدلة دي، شيوخك كلهم ما قادرين يناظرونا. افتحوا لنا التلفزيون عشان نوريك الحاصل. والله ننجمكم نجام لما انت تتكيفوا. فهمت الحاصل؟ جيب الشيوخ بتاعنك. فهمت؟ خليه ما عنده حاجة. الشغل بتاعنا ده حر. داري شيوخك اوي انت ظل ساكت. نحن ما بنناظر الذنوب، انت ظل نحن دارين الشيخ الكبير وينه؟ فهمت؟ موسى عليه السلام، اسمع الكلام ده كويس. موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة. خليه يا مشايخ، خلوا الزول ده، خلوه. فهمت؟ موسى خلوه يا ناس، خلوه. اقعد الله يهديك. عرفت؟ موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يا ذا الصوفي ما عنده حاجة، صوفي ما عنده حجة، صوفي ما عنده دليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ذا الصوفي ما بسوي حاجة. نحن ما بنخاف من دلقان
ما بنخاف من شيخ طريقة، ما بنخاف لنا من عود، ما بنخاف من راية. فهمت؟ نحن بنخاف من رب العالمين الخلقنا، ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهمت الحاصل؟ أن إحنا دايرين مناظرة مع محمد المنتصر الجزيري، دايرين مناظرة مع حامد بابكر، دايرين مناظرة مع الياغوت في التلفزيون عشان نحسم يا السودان ده شت يبقى سلفي يا كله يبقى صوفي. ما عندكم أدلة. هذه الكتب بتاعتك مليئة بالكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى. فهمت؟ ده مجمع الأوراد بتاع الطريقة الختمية صفحة 111 ولغاية ما أنت ماشي 117. افتح الكتاب ده كتاب الطريقة الختمية. امشي جيب شيوخك. ضنب ما بينفع معانا، نحن بنلعب في دوري ممتاز. كترجمة ما بيلعب معانا، انت ما هو في مخك. نلعب فوق قدام هناك. طيب دي الدعوة بتاعت المرغنية، دعوة لا فيها آية لا فيها حديث لا فيها كلام بتاع صحابة. فهمت؟ قال وهذه الدعوة البرهتية المأخوذة من سيدي الشيخ محمد الحسن مرغني رضي الله عنه ونفعنا به. قال هو ناس حزبه ما نفعهم، ينفعنا نحن؟ تمام في مخك. طيب قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع الصلاة دي حصل لاقتك. قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقسمت عليكم وأزجركم وأحلف بالله وأستعين عليكم بالله وبأسمائه وآياته. نشوف هل ده من أسماء الله ولا من آيات الله ولا ده من إضافة الصوفية للقرآن. قال شنو؟ قال وأدعوكم إلى طاعة الله وأسمائه وذكره وعهده المأخوذ عليكم من سليمان بن داود. داري غشك ساكت. قال وإلى أن يقول قال بحق ما تلوت عليكم وما أتلوه عليكم. داري وريك الأسماء الحسنى بتاعته. قال برهتية 2، كرير 2، تتلية 2. دي في صورة شنو؟ طوار 2، مزجل 2، بزجل 2، ترقب 2، برهش 2. اسمع الكلام ده. ديل كلهم 2 ديل كلهم 2. قال شماهير شمهاهير شمهاهيرهو رب العرش العظيم. قال ياهن هيوه بقط ريال أجب يا شرنطائيل. حصل لاقاك في القرآن شرنطائيل. قال الملك الموكل بالعهد يا زال والله إلا دي الملائكة نضل القلعة يا ملائكة سيري معانا. قال بكه طه هونية كه طه هونية ياهن واهن نموهن بلط شغاويل أمويل إل شطايا شطيايل ياروخ أروخ ناروخ بعزة ياروخ بما هو مكتوب في جبهة إسرائيل إلى آخر الكفر والدجل والشعوذة. ده كتاب لك سلام مني. افتح القلب البيت ولد عرفتها. دي كتب البريد. ده سيدك وسيد كثير من الناس في البلد دي ونحن سيدنا الله براو سبحانه وتعالى. فهمت؟ لما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما السيد الله سبحانه وتعالى. ونحن ربنا حامينا ولا نتوكل إلا على الله ولا يملأ قلوبنا إلا إيماننا بالله. كفرنا بجميع شيوخكم وبجميع طواغيتكم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيء من الكون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ما يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ربنا قال فسيقولون الله قل فأنا تسحرون. ربنا سبحانه قل أفلا تتقون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فأنا تسحرون. ربنا سبحانه وتعالى قال قل هل من شركائكم
من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من البرع أو صائم ديما أو غيره؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل من رب السماوات والأرض. دي آيات صواقع، دي لو خشت على طريقة فساء صباح المنذرين. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض قل الله. 5 قل، انت بتلعب؟ قل من رب السماوات والأرض. تقدر تناقش يا صوفي؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ده ربنا سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني ربنا لو منزل علي مصيبة الأولياء بيرفعوها؟ ما بيرفعوها. البرع جاته حصوة، عمل مصر المؤمنة رفعوها؟ ما رفعوها. قال هيا أبو التاية وحامد بعصايا تزيل الحصايا وأمراض كلاية. زعلوها؟ ما زعلوها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عشان كده ربنا قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ده رب العزة والجلال. عشان كده أيضا ربنا قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نحن بنتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إن الله سبحانه وتعالى نافذ ملكه وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي الضلالة الخامسة أنا بديت بها، وإن شاء الله في أكثر من ضلال مبين. نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي.